السلام على كل شاب مكتئب. السلام على كل بنت مش عارف شو عم تعمل بهالحياة بقى. السلام على كل مين قد ما مضايق لجأ للسيجارة، لجأ للميوزك، لجأ للأكل. أنا شخصيا لجأت للشوكولا. أي بقول لجأت مش عم بلجأ، لأنه بفضله تعالى قدرت أتخطى هذا الشيء. كيف؟ والله بيشهد إنه أنا لا عم بيع دواء للاكتئاب ولا شيء. الأشياء نفعت علي وبتمنى تنفع مع الجميع. جملتين: الله أكبر، سمع الله لمن حمده. مألوفين لا؟ تكبيرة الأحرام والجملة اللي بنقولها لما نقوم من الركوع. شوية تفكر فيهم بس خلصوني من الاكتئاب. فأنا اليوم مثل الفيديو الماضي عم شارك معكم خاطرة وعسى تنفعكم كما نفعتني إن شاء الله. الله أكبر. إذا تأملناها، شو يعني الواحد أول ما يبلش يصلي بيقول الله أكبر؟ أخذتها هيك إنه يا رب قبل ما اجي صلي هلا كنت مضايقة، بس انا هيانة واقفة بين ايديك عم بقول لك الله اكبر. يعني يا ربي انت اكبر من اي شيء مضايقني، انت اكبر من اي طلب مش عم بيتحقق وقاهرني، انت اكبر منه كله، وانت بعظمتك فيك تحقق لي اللي بدي اياه، وانا واثق من هالشيء. الله اكبر، الله اكبر من كل شيء بيزعل، من كل شيء معقول واحد يسمن له بدنه. هي جمال الله اكبر. قولها من قلبك: سمع الله لمن حمده. لا تلاقي خدها رجلك. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. يعني يا رب انت بتستجيب لدعاء، بتسمع، بتخلص من الهم كل مين عم يحمدك، فربنا لك الحمد. يا رب انا هياني حمدتك فخلصني من اللي انا فيه واستجيب لدعوتي يا رب العالمين. بتنزل تسجد بتقول كل شيء بقلبك، كل شيء بدك اياه بتقوله بالسجود، وان شاء الله باذنه تعالى بيتحقق. مستغرب انه بيتحقق؟ طب خليني اخبرك قصة أنا شخصيا ضايقتني. بتيجي فيك بتقلي يا مارينا زارتني جارتي هداك النهار، عم تقلي دخلك يا جارة أنا ابني بده يفوت على الدرك وأنت بتعرفي وصايد ظبطي لنا إياها. قام قالت لها بدك واسطة بتنفع؟ قلت لها إيه أكيد. قالت لها طيب بس تعالي مثل ما عم قلك. قالت لها شو؟ قالت لها فوتي توضي صلي ركعتين طلب حاجة وشوف. أما هديك طلعت فيها إنه عم بعيني حكي يعني انه بدك تخلصي مني. قديش بضايق انه صار الانسان عنده اتكال على المخلوق اكثر ما عنده اتكال على الخالق يلي خلق السماوات والارض. حيعجز قدام طلبنا؟ اكيد لا. واذا ما تحقق خلي ثقتك بالله، احسن نضلنا بالله انه هذا الشيء خير لنا. فتخيل انت 5 مرات بالنهار عندك موعد مع فاطر السماوات والارض لتطلب اللي بدك اياه ليخلصك من الهم اللي انت فيه. هذا إذا أنت بدك تخلص من الاكتئاب عن طريق التفكر، بس بدك طريقة علمية. كمان الصلاة هي الحل بالطريقة العلمية. كيف؟ كلنا نعرف نفتح جوجل وفينا نقرا شو هي فوائد الصلاة ما بتخلص، إن كان من الأعصاب ولا نشاط الدماغ ولا حركة الدم ولا المفاصل. بس نحن هلا بما أنه عم نحكي عن الاكتئاب بدنا نعرف كيف، شو الإثبات العلمي لأنه الصلاة بتريح الواحد من الاكتئاب. اسمع، كلنا بنعرف انه الدماغ مقسم من كذا جزء. هذا الجزء الادماني اسمه الناصية، هو الجزء المسؤول عن الشعور وعن الاحاسيس. وكمان بعدين اكتشفوا انه هذا هو الجزء لما الواحد بده يعمل اختبار كشف الكذب عن طريق الناصية. فهيك نحن خلال النهار عم نراكم طاقات سلبية، نص الاخر النهار مستويين خلص بحس الواحد عم ينفجر. بس بالصلاة السجود لازم يكون على مطلق سطح الارض. سبحان الله جعل انه كل شيء طبيعي فينا نسجد عليه هو خزان للطاقة الإيجابية. فنحن لما نسجد ويصير في هيدا التلامس بين الناصية وهيدا العنصر الطبيعي، نحن بناخد طاقته الإيجابية وهو بياخد طاقتنا السلبية. على فكرة مش من شروط الصلاة إنه نحن نطول بالسجود. سبحان الله كل ما بنطول بالسجود بنكون نحن عم نساهم بهذا التبادل بالطاقة. بنخلص الواحد من الصلاة بشيء هيك بحس هم وانشال. ومش صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الواحد إذا طول بسجوده وخلص فضى كل الطاقة السلبية اللي عنده، بيقوم إذا كان في شيء معصب، شيء مضايقه، بده ينتقم من حدا، أي شيء، خلص بطل في طاقة سلبية. شو بدي أعمل؟ يا أما بيسامحه يا أما بيلاقي طريقة سلمية، أو على القليلة بحل المشكلة هو واعي على القليلة. فتخيلوا أمة محمد، أمه بتصلي 5 مرات بالنهار، بتطول بسجودها، بتتفكر بالأشياء اللي عم بتقولها. بتكون أمي بتعرف الاكتئاب؟ هذا شيء بيخجلنا صراحة. إن شاء الله يا رب كلنا نخلص من الاكتئاب. باليابان
لما يكون الشخص محبط أو مكتئب بينزل بيسجد. لما يكون شخص مضايق بيعبد شجرة، لكن عن جد بيعبد شجرة كرمال ياخد منها الطاقة. بتعرفوا من بعد ما الواحد يتأمل بالصلاة بيفهم شو يعني هي الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. بكل بساطة يعني الله منه بحاجة لا لصلاتي ولا لصلاة أي حدا، منه بحاجة لأي حدا يعبده. فإذا طلب منا شيء هو لمصلحتنا، مصلحتنا بالدنيا وبالآخرة يا رب. يعني الصلاة هي أول شيء نسأل عنه يوم القيامة، هو أكتر شيء بريحنا بالدنيا. قديش هذا دليل على رحمة رب العالمين وعلى حكمته. بعد لكم عين تكتئبوا، وهذا دليل كمان على أن الرسول الأكرم لما قال أرحنا بها يا بلال بالفعل كان عم يرتاح. عزيزي المكتئب، بدك تخلص من هذا الاكتئاب، فوت صلي، فوت صلي وتفكر باللي عم تقوله، وتذكر انت بين ايدين مين واقف. قل له الله اكبر، قل له سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وطول بالسجود عشان تفضي كل طاقتك النيجاتيف. وبحب اشكر كل مين دعمني بالفيديو الماضي، يعني والله بيشهد انا ما كنت متوقع هالقد دعم، بس الحمد لله والله يا رب يقدرنا جميعا على العمل الصالح. تذكرونا بالدعاء انتوا وقت تصلوا. يلا السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد